هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حلقتنا هتكون عباره عن هندردش في حاجات كتير جدا، في ازاي تختاري نفسك وتعيشي بسعاده في 6 خطوات بس. فازاي تختاري نفسك؟ اول حاجه لازم تعمليها التخلي. لو عايزه تختاري نفسك وتعيشي بسعاده، يبقى اول حاجه لازم تعمليها ان انتي تتخلي عن الناس التوكسيك اللي في حياتك، الناس السلبيه، الناس النرجسيه، الناس اللي دايما بيحسسوك بالنقص والقله، اللي دايما بيقللوا من وجودك ومن ثقتك بنفسك. الناس دول هم اللي بيستنزفوا طاقتك. انتي بتضيعي نفسك مع ناس زي دي، بتضيعي وقتك وحياتك. كل اللي انتي تعمليه ان انتي تركزي على نفسك وبس. تاني حاجة لازم تعمليها اهتمامك بنفسك وذاتك. اهتمي دايما بنفسك وذاتك، ودايما طوري من نفسك للأحسن. خدي كورسات، اشتغلي على نفسك. شغلك في حياتك كلها هو انتي، فلازم دايما تكوني شغالة على نفسك. طوري من نفسك، اتعلمي حاجات جديدة. دايما خلي عندك شغف لكل حاجة انت نفسك تعمليها. اي حاجة انت بتحبيها اعمليها. دايما اهتمي بتعليمك وثقافتك، لازم تثقفي نفسك. اهتمي دايما بروتينك، ببشرتك، بصحتك، بحياتك، بشعرك، كل حاجة. اهتمي بنفسك، دي اهم حاجة. فيها ايه يعني لو انت قررتي في المدار 24 ساعة اللي في يومك ان انت تختاري او تقعدي ساعة واحدة بس ان انت تهتمي بيها بنفسك وبروتينك؟ ما فيهاش حاجة، مش هتضيع وقتك عامة. فيها ايه لو قررتي ان انت تقعدي نص ساعة بس ان انت تتعلمي فيها حاجة جديدة، ان انت تتعلمي لغة، ان انت تقرأي كتب، ان انت تسمعي بودكاست؟ فيها ايه؟ ما يعني مش هتخسري حاجة. اهتمي بنفسك وبتعليمك وبذاتك. دايما خلي نفسك فوق، دايما طوري من نفسك، دايما خلي نفسك ان انت تبقي احسن من نسختك بتاعت امبارح. دايما حاولي ان انت تخلي نفسك دايما فوق. حسني، ثقفي، اتعلمي، اقرأي، مش هتخسري حاجة. اهتمي بنفسك. تالت حاجة لازم تعمليها، حبي نفسك. مفيش حد هيحب نفسك اكتر ما انت تحبيها. مفيش حد هيخلي باله منك اكتر ما انت هتخلي بالك من نفسك. مفيش حد هيحس بيكي ولا بحالك غير نفسك، فاهتمي بيها. ودايما خليكي معاها. ولما تيجي تتكلمي معاها بلاش تكوني سلبية، خليكي دايما ايجابية، ودايما شجعيها، ودايما امدحيها. خلي بالك من نفسك وحبيها. مفيش حد هيحبك اكتر من نفسك. متستنيش من حد ان هو يجيب لك حاجة، لا، هاتي انت لنفسك. نفسك هي اللي هتبقى معاكي. مفيش حد ولا هيهتم بيكي اكتر منك. مفيش حد هيهتم بيكي اكتر من نفسك. انت فاهمه؟ نفسك ثم نفسك ثم نفسك، وبعدين بقى اي حد. رابع حاجه لازم تعمليها، لا للتنازل. دايما بتحسي كده ان انت دايما في العلاقات ان انت دايما الطرف المضحي، دايما الطرف اللي بيتنازل كتير عشان يرضي الطرف التاني، عشان بتحبيه. بس عايزه اقولك ان انت دايما اللي الطاقه مستنزفه، عشان بتضحي وبتتنازلي كتير عشان بس ان انتي تسعدي كل اللي حواليكي، بس في الاخر مش بتلاقي تقدير لده عامة. اي حاجة انتي اتنازلتي عنها او اي حاجة انتي اوريدي ضحيتي بيها، في اللحظة دي انتي لازم تراجعي نفسك. ده بجد، لازم في اللحظة دي ان انتي عملتي كل حاجة عشان ترضي الطرف التاني، عشان انتي بس بتحبيه او whatever يعني. مش بتلاقي تقدير ولا اي حاجة من الطرف التاني بكل حاجة انتي عملتيها وتنزلتي عشانه عامة يعني. فلازم في الوقت ده ان انتي بجد تراجعي نفسك. لازم تختاري نفسك وما تجيش على نفسك عشان حد. عشان مفيش حد يستاهل. مفيش حد يستاهل كل التضحيات وكل الحاجات اللي انتي عملتيها دي. ما تجيش على نفسك تاني عشان خاطر حد. انتي فاهمه؟ بجد والله مفيش حد يستاهل. مفيش حد يستاهل تضحياتك وكل اللي انتي عملتيه ده. كل ده خليه لنفسك. انتي فاهمه؟
بلاها بقى ووقفي وراجعي نفسك في كل حاجه بتعمليها. كل حاجه انت بتعمليها للطرف التاني اعمليها عشان نفسك انت. كفايه لحد هنا، وبجد كفايه لحد هنا. خامس حاجه، سعادتك وراحه بالك. دايما اختاري سعادتك وراحه بالك. ودايما الناس اللي في حياتك اللي هي مليانه طاقه سلبيه دي ابعديهم عن حياتك. اهم حاجه ان انت تكوني كويسه. ودايما خلي الناس اللي حواليكي دايما اللي هم الناس اللي الطاقه بتاعتهم ايجابيه. اعملي اللي انت عاوزاه، محدش ليه دخل اصلا. البسي اللي يريحك، اسمعي الاغاني اللي انت بتحبيها، اعملي الاكل اللي انت بتحبيه، تابعي المشاهير اللي انت بتحبيهم. محدش ليه دخل في حياتك، انت فاهمه؟ الناس اذواق، فانت اعملي اللي يريحك، اعملي اللي بيخليكي مبسوطه. اهم حاجه سعادتك. دايما اختاري سعادتك واهتمي بيها. سادس حاجه واخر حاجه، الشفاء من صدمات الطفوله. انسي الماضي، على فكره ده افضل ليكي، ده مش خساره ابدا، ده مكسب. انك تنسي اللي حصل زمان. هو احنا مش بننسى اللي حصل لينا زمان من صدمات، بس مع مرور الوقت بتتنسي. مع مرور الوقت بنتعلم، بتتعلمي منها وبتقوي نفسك. وانك بتتعالجي منها ده مش معناه انك ضعيفة ابدا، لا. ولا ان حقك ضاع او انك متهانة، لا خالص. دي حاجة مهمة جدا ان هي بتساعدنا ان احنا نعدي على مرحلة التشافي وننسى كل اللي فات ده. وبتساعدنا اننا نكون احسن. عشان لو احنا فعلا ما نسيناش اللي حصل زمان، اللي فات ده هيفضل يأخر علينا طول حياتنا. وده يعني لحد ذاته حاجة دمار لينا كلنا. فلازم ان احنا ننسى ونحط حد لكل ده. عشان لو احنا محطناش حد لكل ده مش هنعرف ان احنا نفكر لبكرة. فاحنا لازم نحط حد وننسى ونعدي كل ده. وكل اللي احنا نعمله ان احنا نفكر في بكرة وبس. ده اللي احنا لازم نعمله. اوعي مهما حصل ترجعي لورا. اوعي مهما حصل تقعي، وقعتي قومي كملي. اوعي مهما حصل تقفي في نص الطريق، لا كملي. طالما بدأت الطريق ده يبقى انت لازم تكمليه لحد اخره. اوعي في يوم من الايام ان انت تستسلمي. وانا واثقه فيكي ان انت هتعدي كل ده، وان انت هتحققي احلامك، وان انت هتكملي مشوارك وهتفضلي ماشيه على طريقك. خليكي دايما فوق. اوعي في يوم من الايام الاقيكي تحت، لا خليكي دايما فوق. عشان ده مكانك. مكانك انك فوق، مكانك مش تحت ابدا، لا. خليكي دايما على طريقك. واوعي مهما كانت تتنازلي عن مكانك، انت فاهمه؟ واهم حاجه بجد ان انت تنسي كل اللي حصل. عشان لو فضلت تفكري في اللي حصل فات هتفضلي في دوامه وهتفضلي واقفه في مكانك. انسي وعدي. فكري في بكره. فكري في مستقبلك. فكري انت هتعملي ايه بكره. فكري انت نفسك تبقي في ايه. كملي طريقك. اوعي تستسلمي مهما كانت الظروف. ووصلنا لاخر حلقتنا، واتمنى بجد من كل قلبي ان انتوا تكونوا استفدتوا. و